واش ممكن ماتش ديال كرة القدم يتحول في لحظة إلى امتحان أخلاقي؟ واش ممكن علم ديال الدولة اللي هو رمز ديال الهوية والذاكرة يولي هدف للحرق والتمزيق فقط لأن منتخب ربح وتأهل؟ واش ممكن فرحة ديال عائلات مغربية في شوارع أوروبا تتحول إلى خوف ورعب فقط لأنها خرجت تحتفل برايات بلادها؟ ولكن السؤال الحقيقي ماشي شكون حرق العالم، السؤال الحقيقي هو شكون حرق العقل قبل العالم. واش هاد الشباب تزادوا بهاد الكراهية ولا كاين شي مرض تربى فيهم وتغذى بالإعلام وتضخم بالبروباغندا حتى ولا العالم عدو والجار خصم والفرحة استفزاز؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الخير وتشرح بها الصدور وتطفئ بها نار الغضب وتجمع بها القلوب على الحق وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم أحبابي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، أزول في اللون أيت مادي السماء إن خلام. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشفاء الصامت، حلقة ما غاديش نهربوا فيها من الخبر وما غاديش نغلفوا الواقع بالسكر، ولكن في نفس الوقت ما غاديش نهبطوا للسب ولا للشتم ولا للتعميم. حنا هنا باش نقولوا الحقيقة بميزان ونسمي المرض بالاسم ديالو ونفتشوا على الجرح ونقولوا فين بدا التعفن وفين خاص العلاج، لأن الشفاء الصامت ماشي هو أنك تسكت على المرض، الشفاء الصامت هو أنك تشخصه أخلاقيا، تفهم الأعراض ديالو، تعرف الأسباب ديالو وتبحث على العلاج قبل ما ينتشر في الجسد كامل. حسب المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي واللي كنتمناو من الجهات المختصة في الدول المعنية تحقق منها بدقة وتحاسب كل من ثبت تورطه، ظهرت سلوكيات عدائية منسوبة لبعض الشباب من الجالية الجزائرية في أوروبا، من بينها تمزيق العالم المغربي واستفزاز مغاربه كانوا كيحتفلوا بانتصار المنتخب المغربي على كندا، هازين الاعلام ديالهم كيدوروا في الشوارع. جاوهم واحد المجموعه من الشباب الجزائري واطفال كذلك الجزائريين، اقتربوا من السيارات ديالهم وكاين حتى اللي طلع فوق السيارات وكيشتفوا عليها. السيارات فيها نساء وفيها اطفال كانوا كيحتفلوا. وهنا خصنا نكونوا واضحين، نحن لا نحاكم شعبا ولا نعمم على جالية كاملة، ولكن كنناقشوا سلوكا خطيرا خاصو يتفهم ويتعالج. ما وقع ما خصوش يتقدم كأنه مجرد حماس كروي أو غضب عابر. حرق علم دولة ليس موقفا رياضيا، لأن العالم ماشي غير قطعة قماش، العالم هو تاريخ شعب وذاكرة أمة ورمز رجال ونساء ضحوا باش تبقى الراية مرفوعة. يمكن تختلف مع حكومة، يمكن تختلف مع سياسة، يمكن تختلف مع مسؤول، ولكن ملي كتستهدف العالم راك ما بقيتيش كتواجه قرارا سياسيا، راك كتجرح كرامة ديال الشعب كامل. ولهذا احترام العالم ماشي احترام للقماش، وإنما احترام لذاكرة الشعوب. أما ترويع امرأة أو طفل فليس بطولة، استفزاز عائلة في الشارع ليس شجاعة، تصوير الناس في وجوههم بلا إذن وملاحقتهم فقط لأنهم مغاربة ليس تعبيرا عن رأي، بل عرض من أعراض مرض أكبر اسمه صناعة العدو. المرض هنا ماشي جزائري ولا مغربي، المرض هو كيفاش كتقدر الدعاية تحول الإنسان العادي إلى شخص كيشوف الجار ديالو خطر، كيفاش الإعلام المحرض كيقدر ياخد شابا كيعيش في أوروبا وسط قانون ومؤسسات وحقوق ويخليه يتصرف بعقلية المعركة الصغيرة في الشارع، كيفاش كتولي الراية المغربية في عينيه ماشي رمز وطن ولكن استفزاز، كيفاش كتولي فرحة المغاربة ماشي احتفال رياضي ولكن إهانة شخصية. وهنا كنشوفوا مرض صناعة العدو، مرض كيبدا بكلمة في نشرة أخبار ثم تدوينة ثم فيديو مفبرك أو مبالغ فيه ثم غضب جماعي ثم شاب كيخرج للشارع وهو مقتنع أنه كينتقم، بينما في الحقيقة هو غير أداة في يد خطاب أكبر منه. ومن أخطر ما ظهر في هذه المشاهد أن بعض الأطفال صغار السن كانوا حاضرين في هذا المناخ العدائي. وهنا السؤال كيولي أعمق، واش الطفل كيعرف الحدود؟ واش الطفل كيعرف السياسة؟ واش الطفل
كيتولد وهو كاره عالم دولة أخرى؟ طبعا لا. الطفل كيشرب المعنى من البيت، من المدرسة، من الإعلام، من الهاتف، من كلام الكبار. فاش كيشوف الكبار يستهينون بالعالم كيتعلم أن الرمز قابلا للإهانة. فاش كيشوف الكبار يحرضون كيتعلم أن الجار عدو. وفاش كيشوف العنف اللفظي كيصفقوا ليه كيتعلم أن الوقاحة شجاعة. وهنا المرض ما كيبقاش سلوك فردي، كيولي انتقالا بين الأجيال، وهذا أخطر من المباراة، أخطر من النتيجة، وأخطر حتى من الحادث نفسه. ولكن الإنصاف واجب. ماشي كل جزائري مع هذا السلوك، وماشي كل جالية جزائرية كتقلب هذه الأفعال. كاين جزائريون شرفاء يرفضون هذا ويعرفون أن المغاربة والجزائريين أكبر من هذه المشاهد الصغيرة. كاين ناس فاهمين أن الخصومة السياسية بين الأنظمة ما خصهاش تولي كراهية بين الشعوب. كاين ناس كيقولوا أن هذا لا يمثلنا، وهذا الصوت خاصو يتذكر، لأننا إذا عممنا غادي نوليو نحن أيضا جزءا من المرض الذي ننتقده. الظلم لا يعالج بالظلم، والكراهية لا تطفئ الكراهية، والنار لا تطفأ بالنار. والمشكلة الحقيقية هي التحريض. حين يتم تداول روايات غير مؤكدة أو حكايات ملتبسة أو أخبار مصنوعة بطريقة كتشعل العاطفة ثم كتحول الخطاب تعبئة، فهنا الإنسان البسيط يصبح وقودا. يسمع قصة لا يتحقق منها، يصدقها، يغضب ثم يخرج لينتقم من أول مغربي يراه. وهنا الخطير، الضحية الحقيقية ليست فقط المرأة التي خافت، ولا الطفل الذي ارتعب، ولا العالم الذي تمزق، بل حتى ذلك الشاب الذي تحول إلى أداة، لأنه لم يعد يفكر بعقله، بل يفكر بعقل صنع له. عقل مستعار، غضب مستورد، وكره مبرمج. الإسلام علمنا أن الإنسان لا يحمل وزر غيره، وأن العدل لا يسقط في لحظة الغضب. قال الله تعالى: ولا يجر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو الأقرب للتقوى. يعني حتى إذا كان بينك وبين قوم خلاف ما خاصش الكراهية تخليك تظلم، فما بالك بامرأة في سيارة، طفل في الشارع، عائلة تحتفل، علم دولة. واش هادو هما العدو؟ واش البطولة أنك تواجه الضعيف؟ لا، الرجولة الحقيقية هي أنك تضبط نفسك حين تستطيع أن تنفعل. القوة هي أنك تملك الغضب ديالك، لا أن يملكك الغضب. ومن هنا خصنا نقولها بوضوح: المغرب قوي بما يكفي باش ما يحتاج ينزل لمستوى الرد العشوائي. المغربي اللي كيشوف العالم ديالو كيتمزق خاصو يغضب، نعم، ولكن غضب واعي، غضب قانوني، غضب أخلاقي، ماشي غضب كيحولنا نسخة من نفس المرض. الرد كيكون بالتوثيق، بالقانون، باللجوء للسلطات في الدول الأوروبية، بالتبليغ، بالوعي، بالصورة الحضارية. لأن اللي كيحرق عالمك يريد استفزازك باش تفقد صورتك، يريد يجرك للمستنقع، وأنت قوتك أنك تبقى فوق المستنقع. وفي نفس الوقت الدول الأوروبية خاصها تتحمل مسؤوليتها، لأن الاعتداء على الناس في الشارع وملاحقة العائلات وتصوير الوجوه بلا إذن والتحريض على أساس الأصل الوطني ماشي حرية تعبير، هذا تهديد للسلم العام. حرية التعبير ماشي أنك ترعب امرأة، حرية التعبير ماشي أنك تمزق رمز ديال دولة أمام عائلة محتفلة، حرية التعبير ماشي أنك تحول شوارع أوروبا إلى ساحات تصفية حسابات مستوردة من إعلام الكراهية. وهنا كنرجعوا لفلسفة الشفاء الصامت. المرض اسمه صناعة العدو، الأعراض ديالو: حرق الأعلام، ترويع العائلات، السب، التصوير الاستفزازي، نقل الكراهية للأطفال، تبرير الاعتداء باسم الانتقام. الأسباب ديالو: إعلام محرض، بروباغندا سياسية، فقر في التربية المدنية، غياب التفكير النقدي، واستعمال الرياضة كوقود للعداء. المضاعفات ديالو: تشويه صورة الجاليات، تفكيك الروابط الإنسانية، زرع الخوف بين الناس، وتربية جيل يرى الجار عدوا قبل أن يراه إنسانا. أما العلاج فهو واضح: قانون كيحمي الناس، إعلام مسؤول، تربية على احترام للرموز، خطاب ديني أخلاقي يعيد للإنسان ميزانه، ووعي شعبي كيرفض باش يتحول إلى أداة في يد أي ماكينة تحريض. ومن جهة أخرى خصنا نوقفوا عند مرض ثاني ظهر في نفس السياق،
وهو مرض قراءة النوايا. فبعد مباراة المنتخب المغربي خرج بعض الناس يفسرون تصرفات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وكيقولوا لماذا لم يحتفل، لماذا لم يظهر فرحته، لماذا لم يتفاعل بالشكل الذي نريده. ثم ظهر في المقابل فيديو لابنته وهي ترتدي قميص المنتخب المغربي، وهذا جعل البعض يراجع كلامه. ولكن الدرس هنا أعمق. المسؤول الدولي بحكم المنصب ديالو لا يستطيع أن يتصرف كمشجع عادي. المنصب كيفرض عليه الحياد، والحياد أحيانا كيظهر بارد، ولكن ليس بالضرورة كرها. ما خصناش نبنيو مواقف كبرى على حركة وجه ولا على تصفيقة ولا على لحظة كاميرا. المنتخب المغربي لا يحتاج أن يحتفل معه إنفانتينو باش تكون عنده قيمة. قيمة المغرب كيصنعوها اللاعبين ديالو والجمهور ديالو والتاريخ ديالو والمؤسسات ديالو والراية ديالو اللي كترفعها الجالية بكرامة في كل مكان. المغرب اليوم ما خاصوش يبحث عن الاعتراف في عيون الآخرين. المغرب خاصو يستمر في البناء. المنتخب المغربي عندما ينتصر لا ينتصر فقط في الملعب، بل ينتصر في الصورة، في الانضباط، في وحدة الجمهور، في احترام القانون، في قدرة المغاربة على الفرح دون أن يتحولوا إلى خطر على الآخرين. هنا الفرق بين الفرح الصحي كيرفع الراية وكيغني وكيحتفل، الفرح المريض كيحتاج أن يمزق راية غيره باش يشعر أنه موجود. الفرح الصحي كيوسع القلب، الفرح المريض كيضيق الصدر. يا أحبابي، هنا ماشي ضد الشعب الجزائري، حنا ماشي ضد أي شعب، حنا ضد التحريض، ضد التجييش، ضد الاعتداء، ضد ترويع النساء والأطفال، ضد حرق الرموز، ضد تحويل الرياضة إلى كراهية. نحن نرفض أن يتحول المغربي والجزائري، وهما شعبان جاران مسلمان تجمعهما اللغة والتاريخ والجغرافيا، إلى وقود في يد خطاب سياسي وإعلامي يريد أن يعيش من العداوة. نحن نرفض أن تتحول الجالية المغربية في أوروبا إلى نسخة مصغرة من صراعات الأنظمة. نحن نرفض أن يرث الأطفال مرضا لم يصنعوه. وفي الأخير واتق أي اعتداء، ولكن لا تنجر للاستفزاز بالسلطات ولا تدخل في فوضى، لأن صورتك هي امتداد للصورة ديال الوطن ديالك. ونقول لكل جزائري شريف يرفض هذه التصرفات: صوتك مهم، لأن رفضك للكراهية هو بداية العلاج. ونقول لكل من يحرض الشباب من بعيد: الكلمات التي تطلقها من شاشة قد تتحول إلى خوف في عين الطفل، أو دمعة في وجه امرأة، أو ملف جنائي في حياة شاب أضاع مستقبله بسبب غضب لم يكن حتى غضبه. اليوم ما كاينش أخطر مشهد هو عالم كيتحرق، أخطر مشهد هو عقل كيقتنع أن حرق العالم بطولة، لأن الأعلام يمكن تعوض، ولكن إذا احترق العقل وإذا مات العدل وإذا ولا الإنسان كيشوف الكراهية شجاعة، فهنا كيبدا المرض الحقيقي. ولذلك العلاج ماشي غير في القانون، العلاج حتى في التربية، في الكلمة، في الإعلام، في البيت، وفي كل واحد فينا كيرفض يكون وقودا لعداوة ما صنعهاش بيديه. اللهم احفظ المغرب وأهله، واحفظ ملك البلاد، واحفظ شبابنا من الفتنة، واحفظ جاليتنا في كل مكان، واشف كل مريض، وارحم كل ضعيف، واجعل هذا المنبر سببا في الوعي والخير لا في الكراهية ولا في الظلم. إلا وصلتك هذه الحلقة وخلتك تشوف الحدث من زاوية أعمق، ما تبخلش علينا بإعجاب واشتراك في القناة وفعل زر الجرس باش توصلك الحلقات الجاية أول ما تنزل. دعمكم ما كيخليناش غير نكبروا القناة، ولكن كيخلينا نوصلوا هذه الرسالة لعدد أكبر من الناس. كل دعم منكم من إعجاب أو تعليق أو اشتراك أو مشاركة كيساعد هذه الرسالة توصل لعدد أكبر من الناس، وكيعاوننا نستمروا في هذا العمل اللي ربطناه دائما بالخير ومساعدة المرضى والمحتاجين قدر المستطاع. بارطاجي الحلقة مع أصحابك وخلي المعرفة تدور، حيث المعرفة قوة والوعي سلاح. كان معكم أخوكم إبروك الحسين، بودكاست الشفاء الصامت، في حلقة قادمة بحول الله، في أمان الله.